دلوقتي بقى كده خلصنا وجهزنا وعلى ايه وعلى رحلتنا، ويلا بينا نبدا يومنا، نستمتع بقى ونبدا يومنا. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. ايه رايكم في رحلتنا؟ ايه رايكم في يومنا؟ ايه رايكم في شقتنا؟ ايه رايكم في دنيتنا؟ ونور بقى يعني على طول هي الجندي المجهول وراء الكاميرا. يلا بينا يا حبايبي، باي. كده بقى احنا مستنيين مواصلة عشان نروح بقى ايه رحلتنا بقى. هتشوفوا طبعا معانا طبعا في الفيديو. اظن الصورة نفسها تتكلم. راحة جو نار 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 نار. نزلنا السكن كان الجو لطيف. ايوه السكن كانت الدنيا برد فظيعة. لا مش عارفة، بس احنا هنفضل طبعا ماشيين لحد ما نشوف مواصلة، لان هنا ايه احنا بحس ان احنا طالعين بره المحافظة. كده بقى ايه الحمد لله ركبنا المواصلة من الحر. هي مش الأساسية بس هنشوف هنركب ايه ونروح بقى عليا. شوف بقى تعالوا معانا في الرحلة دي. هنا بقى لما جينا اسكندرية نور قالت طالما جينا اسكندرية ما نمشيش من هنا لما نجرب ايه كبدة الفلاح. كبدة الفلاح هناك واحنا وصلنا له اهو. ايوه قالت لك ايه كله بيتكلم عنها. انا عاوزاكم ما تقدرش تاكل كبدة من ايه. انا بتقرب بصراحة، بس لا لازم نجرب. لسه زينة رمضان موجودة هنا. كبدة الفلاح اهي عليها زحمة اساسا، عليها زحمة ايه يا ماما؟ ماما إيه دي بدرية، ودول متصورين مع عمو بتاع الكبد. عمو بتاع الكبده وكبده الفلاح هو ده وعمو ده. هو ده عمو ده. بصي هنا مع الهرم سعيد اهو. بنصور مع مين؟ احنا هندوق ونكرر دلوقتي. طبعا هو مش معنى اللي هو يتصور مع اي حد. ده حتى راح مع الراجل، راحوا ناس استضافوه. اصل دلوقتي مشهور جدا جدا في اسكندريه. لان تيجي تلاقي الناس كده والشارع كده والازدحام ده يبقى موجود، يبقى دي شهاده له من غير ما حد يتصور معاه. أيوة. الراجل اصلا اثبت وجوده شغله مش بحد. بالظبط، حتى له الناحيه الثانيه. لا هنطلب هنفكر. احنا هنا بقى انا حاسه ان انا قاعده في بدايه رمضان. يا بصي الاحياء كلها احياء شعبيه اهي. فرق بالحبايه اللي في دماغي دي. بصوا الشارع اهو. هنا بقى عبد الله طلب لنا كبده هنا يا جماعه، جات لنا اهي. وراح جاب لنا حاجات ما نعرفش، في حاجات مقاطعه مش مقاطعه، بس بصراحه مش عارفه. بس احنا بنجيب الموجود يا جماعه، احنا بنجيب الموجود. إيه ده؟ لقينا تقريبا ده مش مقاطعه فجبناه برضه. ده مش عارفه بصراحه. ايوه وده الشيبس بتاعنا هو بيغسل بايده. اختراع لنفس اختراع يا كوتش. بسم الله الرحمن الرحيم. الليمون اللي متحلل هو طم ليمون وشطه. طب والله ليمون حلو. طب ده انا باكل مثلا. انا بالنسبه لي تجربه رائعه. تجربة رائعة. بس انا بتقرف منها. بس عاوزه اقول لك حاجه، عاوزه اقول لكم حاجه مش نفاق. كبده عبد الله ابن الكامل. بصراحه بقى الامانه بجد. لا كبده عبد الله دي الكبده دي كبده عبد الله حلوه، بس هي جميله يعني زي ما يقول لك بس عبد الله عنده نفس تاني. وهنا كده خلصنا تجربتنا وودينا نور للمكان اللي هي حبته وما حبناش نزعلها. ايه رايك يا نور؟ طبعا يا جماعه كبده يعني ممتازه، ولو جالي فرصه بصراحه ان انا لو نزلت اسكندريه تاني باذن الله طبعا لازم اجربها. هنا دلوقتي ده الشارع اسمه شارع النبي دانيان. طبعا ماما يعني ما احنا ما ودناش قلبنا ان احنا نقولها، يعني ان تقريبا هو مش نبي يعني مش تبعنا بس اتقال عنه كده، والشارع يطلق على كده. والشارع يا جماعه في منتهى الجمال بجد، وفي الكتب والثقافه. وبصوا هو بدايته لسه بتجدد، والنص التاني ده بقى خلاص اتجدد، وتحسوا ان انتوا في شوارع من شوارع فرنسا كده، وكل حاجه شبه بعضها وجميله في منتهى الجمال بجد. هاي ازيكم؟
بصراحة منبهرين بجمال الشارع، منبهرين بكمان ان في حد بيفكر ان هو يرمم ويجدد ويرجع الثقافات ويرجع الحاجات الجميلة بتاعت ايام زمان. بجد بصراحة جميل. اسكندريه مفيش مكان دخلناه او مكان عدينا عليه غير ما شفنا ان الاماكن دي كلها بتترمم، الاماكن دي كلها بتتجدد وكلها بتتشيد، كل حاجه بتتجهز ان هي تتجدد. شايفين شكل الشارع ورانا ازاي، شايفين الحلاوة فعلا كده، يعني حاجة جميلة تستاهل. هنا بقى الترام اللي بيقولوا لنا عليها. انا يا جماعة ذكرياتي بده بمسلسل اوبرا عايدة يعني اوبرا عايدة كان في بداية المسلسل كده، حاجة حلوة زي دي. هنا بقى فكرت اللي ده بصراحة سوق فيه بقى لبس وحاجات من دي، عشان معمول بقى سوق وحاجة كبيرة. قلت لا ادخلي بقى، ده هيبقى ادوار وحاجات وحبشت. كانت لقيته يعني بضاعة كده بقالة اللي هي بتاع الخضروات والحاجات دي. هنا خلاص طلعنا قلنا ايه اما نفكر نروح محطة مصر بقى، يمكن نحجز القطر. المهم رحنا وما حجزناش. انا البلح ده عجبني، بس اللي ما عجبنيش نور بتقول عشان ما بحبش حد يعمل لي كده، انا احب انقي حاجتي بايدي لما اكلهاش، وبالفعل ما اكلتهاش عشان ما نقيتهاش ما حطيتش ايدي، انا نقيت لي نفس الحاجه اللي بقى واحنا بنتمشى وندور على المحطه هنا موقف محطه مصر. ايوه بالظبط. وكنا المفروض كنا نحجز تذاكر وما كناش بقى حجزناه وكده. والحمد لله. حبيت اوريكم بقى ايه الشارع والطريق والدنيا، وانا هنا ماشيه بقى ايه في ملكوت لوحدي. حبيت اشارككم طبعا. وبعدين طبعا كنت لازم انا ادبسها يعني ادبس. لفينا الدنيا كلها وبعدنا عن المحل ده، بس رجعنا لفينا ورجعنا عنده ودبستها برضه. شفتوا بقى البنات بقى يا جماعة، البنات كل اللي عنده بنات زينا كده بيعملوا فيه زي ما بتعمل فيا كده. يعني شوفوا اخوها كان طالب مني حاجة كانت لسه ما جاتش، هي بقى ما طلبتش بس جابت قبلنا كلنا. بس بصراحة الطقم يستاهل. وبعدين كان عليه سيل، على تخفيض وبتخفيضه غالي برضو بس حلو. هو طقم جميل عشان هو براند طبعا يعني. طبعا اللي احنا قسناهم انا وهي ده ما جبناهمش. هي جابت نفس الشميز ده بس مقاس اكبر، وانا طبعا اللي انا السود ده طبعا ما جبتوش. ماما جابت لي لون وشكل تاني، طبعا هتشوفوه طبعا في الفيديوهات الجايه تلاقوني لابساه. وهنا طبعا ركبنا بقى ايه الترام زي ما بيقولوا. قالوا لنا لازم طالما جيتوا اسكندريه فتجربوا الترام. يعني كنا بنتمرجح، ما رحناش الملاهي واتمرجحنا. هو بس كان بيمرجحنا، احنا المفروض نتمرجح بطريقه، هو مرجحنا بطريقته الخاصه. يعني مش زي ولا اي هو منفرد بذاته. انا كنت هطير منه من كتر شفت المرجحه، شفتوا المرجحه تعمل لك تربانه على طول في المخ. بس بصراحه كان برضو حاجه حلوه. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. يا رب فيديوهاتنا في اسكندريه تعجبكم.